بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هل ممكن أن تبيض أنثى الكناري بدون عش، أي بدون أن تصنع وتنشئ العش؟ نعم ممكن يا غالي أن تبيض بدون عش، خاصة هناك بعض إناث ليس لها الخبرة، فممكن أن تضع البيض في أرضية القفص، وممكن أن تضعها في العش دون أن تنشئ العش، أي أن تصنع الخيوط وبذلك تضع البيض. وبطبيعة الحال إن لم تدخل الذكر قبل وضعها للبيض فممكن أن يكون هذا البيض غير مخصب. إذا ما وجب عليك فعله هو أن تقوم أنت بإنشاء ذاك العش باستخدامك كأس كي تضغط على الخيوط وتنشئ شبيه بالعش، لأن سبحان الله يمكن أن تقوم أنت بصنع العش مثل ما تصنعه هي الأنثى. ملاحظة: راقب حركة الأنثى إذا بدأت في حضن العش دون أن تنشئه، فاعلم أنها ستبيض، أي الحضن يعني ستبيض، وبذلك وجب عليك أن تدخل الذكر في ذلك الوقت حتى لا تبيض بيض غير مخصب، وهذا ما لا نريده طبعا. فنحن نقوم بتزويج الذكر والأنثى كي ننتج الفراخ، وصراحة هي أروع لحظة عندما تخرج الفراخ من البيضة أو تفقس البيوض. انتبه إلى الأنثى إذا حضنت فادخل عليها الذكر. الأنثى التي بدأت في الحضن ولم تبض بعد، فعيد بوضعك إياها الأملاح المعدنية، وأفضل أملاح هي التي تتواجد في عظمة سيبيا، بحيث تكون نسبة كبيرة من الأملاح ونسبة كبيرة من الكالسيوم. كان معكم أبو مكرم من قناتكم قناة محترف الطيور، في رعاية الله.